يسعد اوقاتكم حبايبي من وين ما كنتوا عم تتابعونا. اهلا وسهلا فيكم. هي من اطيب والذ واسهل الوصفات يلي ممكن انكم تجربوها. كيك بارد بدون فرن بدون بيض بدون كريمة، مكوناته كتير سهلة وبسيطة متوفرة بكل بيت، وب10 دقايق بس رح يصير جاهز معك. طعمته كتير طيبة ورح تحضروه بوقت قليل. لو أول مرة بتشوفوا فيديو إلنا ما تنسوا تشتركوا بقناتنا وتفعلوا زر الجرس ليوصلكن كل جديد. هلأ خلينا نبلش بالوصفة. أول شي بالنسبة للطبقة الأولى يلي هي الكيك، رح نحتاج حبتين من البيض. البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. رح نضيف عليهم نصف كوب من السكر، سكر الطعام العادي، ورح نضيف كمان معلقة فانيليا كبيرة. طبعا انا رح اعمل لكم اياه بدون مضرب كهربائي، يعني يكون بمنتهى السهولة. هلا رح نخفق بايدنا لمدة 10 دقايق خفق سريع لحتى يتضاعف عنا المزيج ويصير لونه فاتح. طبعا اذا عندكم خفاقة كهربائية فيكم تستعملوها اكيد، بس كمان هيك بالخفاقة اليدوية بيمشي الحال وبيطلع نفس النتيجة. هلا بعد ما خفقت خفق سريع لمدة 10 دقايق، شوفوا اللون والقوام هيك لازم توصلوا له. هلأ رح نضيف كوب من الحليب. رح نضيف الحليب بشكل تدريجي ونضلنا نخفق. وهلأ كمان رح نضيف تقريبا نصف كوب من الزيت النباتي. كمان نحن وعم ننزل الزيت بنخفق منيح. وهلأ رح نضيف الطحين. بالنسبة للطحين انا استخدمت 2.5 كاس من الطحين. رح ضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج بودر. طبعا الطحين يفضل انه تنخلوه، بتجيبوا منخلة وبتنخلوا الطحين مشان يطلع معكم مزيج الكيك ناعم وما يعطي تكتلات. وضيفوا الطحين بشكل تدريجي وبعدين حركوا لحتى تحصلوا على سائل كثيف. وهلأ رح نضيف اخر شي عنا يلي هو الكاكاو. رح نضيف تقريبا 3 معالق كبار من الكاكاو، يعني بيطلعوا تقريبا ربع كوب. وبعدين رح نحركهم. ممكن تحتاجوا انكم ترجعوا تضيفوا شوية حليب. اذا سمك معكم القوام اكتر من اللازم تضيفوا شوية حليب. هلا انا بالنسبة للقالب يلي استعملته هذا هو، دهنته دهنة بسيطة بالزيت. فيكم تدهنوا زبدة اي شي متوفر عندكم. وبعدين رح نزل فيه خليط الكيك. وهلا رح مد خليط الكيك كتير منيح. طبعا الفرن عندي هون انا حميته. بتشغلوا الفرن قبل ما بدكم تحطوا الكيك فيه بربع ساعة. حرارة عنا 180. بياخد وقت 30 دقيقة بالضبط بالفرن. هلا خلينا نخبز الكيك وبعدين نكمل باقي الخطوات. هي الكيك صار جاهز معنا، شوفوا ما شاء الله. هلا نحنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نقيم هي الطبقة يلي فوق. منقيمها باستخدام سكينة ومنخلي بس الطبقة يلي تحت، لانه بدنا نسقي الكيك فهي الطبقة بتمنعه انه يتشرب اي سوائل. هلا بعد ما قمت الطبقة يلي فوق رح جيب كاسة مي ورح اضيف لها معلقتين كبار من الميلو، نسكافيه، كابتشينو، اي شي متوفر عندكم. راح ضيفون معلقتين كبار وحركن وسقي طبقة الكيك فيهم. طبعا الكيك بنسقيه هو بسخن مشان يتشرب السوائل فورا. وهلأ بينما يبرد راح نجهز الطبقة الثانية. هون عندي 3 أكواب من الحليب. إذا ما عندكم الحليب العادي فيكم تستعملوا الحليب البودرة. راح ضيفلن تقريبا ربع كوب من السكر، وكمان راح نضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا او بيقولوله الكورن فلاور، او فيكن تخلطوا تعملوا ميكس ما بين النشا والطحين. المهم تضيفوا 3 معالق. هلا راح نضيف معلقة فانيليا كبيرة. اذا ما عندكم فانيليا هيك عندكم اياها ظروف تستعملوا ظرف من الفانيليا. هلا هون هي الاضافة اختيارية، فيكن تضيفوها فيكن لا. معلقة من بودرة الكاستر بتعطي نكهة طيبة. فيكن تستبدلوها بظرف كريم كراميل، وحتى فيكن تستبدلوا ببيضة. المهم شي يعطي دسم ويعطي نكهة حلوة. هلا هون عندي ضفت زبدة، كمان قطعة زبدة.
وهي الإضافة كمان اختيارية، هي قطعة جبنة كريم، أي نوع جبنة كريم متوفر عندكم كتير بيعطيها دسامة ونكهة طيبة. وهلأ حركتهم لحتى وصلت لهذا القوام. هلأ بعد ما بردت طبقة الكيك رجعته للقالب، ورح ضيف الطبقة الثانية فوقها، نزلها وبفردها لحتى تصير كلها على مستوى واحد. وبعدين كمان بدي ريحها بالبراد لحتى تجمد وتمسك الطبقة الثانية تماما، مشان نقدر نحط فوقها الطبقة الثالثة والأخيرة. طبعا انتو اذا ما عندكن من هاد القالب فيكن تستعملوا اي جاط بيركس متوفر عندكن، اي صينية فرن، اي شي بتحبوه فيكن تستعملوه. انا استعملت هاد القالب لانه بيبين شكل الطبقات افضل. وهلأ رح نريحه بالبراد ونجهز الطبقة الثالثة. هون عندي 3 أكواب من الحليب، رح ضيف عليهون ربع كوب من السكر، وكمان رح نضيف النشا او الكورن فلاور، رح ضيف معلقتين من النشا، ورح ضيف معلقة من الطحين. الميكس ما بين النشا والطحين بيعطي نكهة طيبة وبيكسر شوي عن طعمة المهلبية. طبعا نفس خطوات الطبقة اللي قبلها، بس هون الفرق عنا الكاكاو. هلأ ضفنا هون معلقة فانيليا، واخر اضافة عنا اياها يلي هي الكاكاو. طبعا الكاكاو لازم يكون خام ما له محلى، اذا عندكن كاكاو محلى بتخففوا كمية السكر. وهلأ رح نخلطهم كتير منيح، وبعدين رح نحطهم على النار ونحركهم لحتى يجمدوا ويتماسكوا. طبعا انا وعم حركهم ضفتلن قطعة زبدة، وبعدين هاي الشغلة اختيارية، فيكن تضيفوا قطعة من الشوكولا كمان بيعطيها نكهة كتير طيبة. وهلأ بعد ما مسكت وجمدت الطبقة الثانية تماما، شوفوا كيف ما شاء الله. رح نضيف الطبقة الأخيرة، وهلأ بعد ما نضيف الطبقة الأخيرة كمان رح نريحها بالبراد أو الفريزر أقل شي لمدة 2 ساعات لحتى تجمد وتمسك تماما. وهلأ بعد ما مضى 2 ساعات تقريبا، شوفوا ما شاء الله قالب الكيك تبعنا ما أحلى منظره، كل الطبقات مسكت تماما، شكله كتير حلو. طبعا من فوق شوي تزع شكله، بس مو مشكلة لأنه راح غطيه بالشوكولا. هون عندي شوكولا عادية برشتها ورشيتها فوقه، بتعطيه شكل كتير حلو وطعم حتى كتير طيب. وهيك قالب الكيك صار جاهز معنا. شوفوا ما شاء الله منظره ما أحلاه عن جد، وطعمته كتير طيبة. وهي بعد ما قطعناه عن جد الطبقات كتير متناسبة مع بعضها وتعاطية طعمة كتير طيبة. بنصحكم تجربوه كتير رح تحبوه، وعطول رح تضلكم تعملوه. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وتعليق حلو مثلكم، واشتركوا بقناتنا وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وإن شاء الله ألف صحة وهنا.